السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. طمنونا عليكم. الفيديو النهاردة معلش يعني يبقى جارح شوية علشان يبقى الكلام يعني صعب. احنا بنتكلم على الكبير البيت، كبير البيت، بيت العيلة، كبير بيت العيلة. مين هو؟ الأب. يا ريت الأب مهما كان ملوش في الكلام بتاع الست قالت والست عادت ودي عمل ودي سوى. الأب بيريح دماغه وبيرضي كل الأطراف. الأب ما بيرضاش بالمشاكل، الأب ما بيمنع مشاكل. الأب لو شاف حد غلطان من الشباب أو الرجالة بيجي عليه، ولو مش غلطان بيجي عليه علشان بيراعي بنات الناس. فالأب يا ريت يكون موجود. الأم أهم حاجة عندها ابنها، وحسب حسب الأم لو طيبة وكويسة ما بتفرقش ما بين الحريم وما بتفرقش ما بين حد. الأم لو كويسة وطيبة مش عايزة حاجة من حد، لدرجة إن هي ممكن تخدم نفسها أو تخلي ابنها يخدمها أو حفيدها يخدمها. إلا بقى لو في حامة تانية اللي الناس بتشتكي منها دي، ربنا يتولاهم ويهديهم. بيبقوا صعبين شوية لأنهم بيميزوا الستات عن بعض. الست اللي بتجيب هدية، والست اللي مش عارف ايه، والست اللي بتتكلم كلام يعني لين شوية، مش هقول كلمة تاني. ومتعملش حاجة وتخلي واحدة تانية هي اللي تعمل. ربنا يتولاهم. إنما بقى الكبير في البيت لو الأخ الكبير، يعني أنا بقول لكل أخ كبير يعني راعي إخواتك، راعيهم. ما أنت الكبير إنما مراتك مش الكبيرة، عيالك مش الكبار. عيالك في الأول وفي الآخر يبقى ده عمهم ودي عمتهم. أنت كبير على دماغنا من فوق، إنما كبير البيت لازم تبقى كبير في كل حاجة. أنت ما ينفعش تبقى أنت كبير ومراتك كبيرة وعيالك كبار على اللي في البيت كلهم. أنت الكبير أنت بس تحكم. في شباب، في رجالة كبار في البيت فعلا كويسين، بس هي في حاجات بتقع منهم كده، اللي هو مراته تحس ان هي مرات الكبير فتتكلم وتعمل يعني مش عايز اقول حاجات يعني ما يصحش تتقال، بس هي شايفة نفسها ان هي الكبيرة، هي مرات الكبير، هي اللي تقول، هي اللي تعمل. ما هتعملش حاجة، ما تخدمش، ما تسويش، وتعمل مشاكل وتعمل، وتبقى هي أصل المشاكل وهي أصل الحوارات. وفي الآخر جوز اللي بيحل، جوز اللي بيقول، جوز اللي لا لا. انت مرات الكبير بس زيك زيهم كلهم، وعيالك زيهم كلهم. مفيش حاجة اسمها مرات الكبير تبقى هي الكبيرة. مفيش حاجة اسمها مرات الكبير ما تبقاش زيهم، تبقى أحسن منهم. لأ، مفيش الكلام ده. حرام، حرام. بيحصل مشاكل كبيرة وكتير جدا بسبب كلمة مرات الكبير. مرات الكبير، مرات الكبير كله بيحترمها، محدش بيقل منها، بس هي تحترم اللي حواليها وتحترم الناس وتقدرهم، هيحبوها ويحترموها. لازم يا جماعة نقدر نفرق ما بين الكبير وبين مرات الكبير وبين عيال الكبير. عيال الكبير دولت في الأول وفي الآخر يعني اللي في البيت ده عمهم ودي عمتهم. ما ينفعش يتطاولوا عليهم، ما ينفعش يأذوهم ولا هم ولا عيالهم عشان هم الكبار. بيبقوا أولاد الكبير هم الكبار، يضربوا في اللي طالع وفي اللي نازل ويتشنكوا ويعملوا ويأذوا باسم إن هم كبار. لا يا جماعة، انتوا كبار بس زيك زيه، زيك زي ابن عمك، زيك زي ابن خالك، زيك زي ابن عمتك. مش كبير انت زي ابوك، ابوك كبير بيت كبير مقام انما انت انت كبير سن، انما مش كبير بيت، مش كبير عليهم. فيعني تحترم نفسك وتحترم عمامك وتحترم عماتك وتتقوا ربنا شوية في اخواتكم يا جماعة. كل واحد كبير او كبير بيت يتقي الله، علشان المشاكل ما بتجيش الا من الكبير.
لما يتنازل عن بعض الحاجات، أو يقول إن هو مثلا مراته، ويجي مع مراته ويجي مع عياله علشان خاطر هو الكبير. لا، الكبير كبير مقام وكبير مكان وكبير في كل حاجة، يتقي ربنا شوية. فاتقوا الله في اخواتكم وفي عيالكم وفي بيتكم، اتقوا الوصية اللي توصيتوا بيها. وانا اختم بس كلامي بالآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.